السلام عليكم. النهاردة هنعمل أكلة من الأكلات السريعة والسهلة. هنعمل فراخ بالزبادي. الزبادي بقى بتدي إضافة جميلة جدا للفراخ، تديلها طراوة وطعم مميز. الأكلة دي من أحلى طرق الفراخ اللي أنا بحبها، من الأكلات المنقذة لو مستعجلين أو ما عندناش وقت. أنا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو أول مرة تشوفوني، لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. هحتاج بقى عشان نعمل الفراخ دي 3 معالق كبار زيت او سمنة، حطهم في حلة. لما الزيت يسخن انزل عليه ببصلتين كبار مقطعاهم قطع صغيرة واديهم تشويحة. انزل وراهم بقى كده ب5 فصوص توم مقطعاهم قطع صغيرة جدا. معايا هنا بقى فرخة مقطعاها قطع صغيرة وغسلها كويس ونقعاها بالملح والخل. بعد كده اشطفها من مية النقع دي. الخطوة دي مهمة جدا في اي طريقة تسوية الفراخ وبتفرق جدا في طعمها. انزل بقى كده بالفراخ واديها تشويحة. سيبها بقى 5 دقايق. الفراخ كده اديتها صدمة. انزل عليها بقى ببهارات، 1.5 معلقة صغيرين ملح، معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، ونص معلقة بابريكا، ورق لورا. ممكن كمان اضيف حبهان او اضيف مستكة. ممكن كمان اضيف بهارات فراخ او اي بهارات نحبها. معايا كمان طماطمتين كبار مقطعاهم مكعبات صغيرة، ومعلقتين صلصة، وعلبة زبادي. وشوية مية صغيرين. لو مش عايزين الصوص يبقى كتير ممكن نكتفي بالمية اللي بتنزل من الفراخ بس الصوص في الأكلة دي بيبقى طعمه حلو جدا وبيبقى طعمه مميز. قلبهم بقى كده مع بعض. اسيب بقى الفراخ تستوي 5 دقايق كمان على النار وتشرب الزبادي. بعد 5 دقايق انا كده سويت الفراخ نص تسوية. حط بقى الفراخ كده في صينية. دخلها بقى فرن مسخناه قبلها على درجة حرارة متوسطة 240 عشان تكمل تسويتها. واخر بقى حاجة هنضيفها واللي هتدي اضافة جميلة جدا للفراخ هي رشة زعتر.
واشغل الفرن والشواية. شايفين بقى الفراخ بعد ما خرجت من الفرن؟ طعمها فعلا مميز واستحق التجربة. ما تحكموش قبل ما تجربوا. الزبادي هنا بيدي اضافة وطعم حلو جدا للفراخ، وبيدي طراوة الفراخ. توليفة البهارات مع الزبادي مع طريقة طبخ الفراخ بتدي في النهاية طعم حلو جدا. انا هنا مكترة الصوص لان الصوص بيبقى طعمه حلو وولادي بيحبوه جدا. شايفين بقى الفراخ مستوية ازاي؟ الفراخ بالطريقة دي من الاكلات اللي بتطلب مني كتير في البيت. ما تحكموش قبل ما تجربوا. ما تنسوش كمان وانتوا بتعملوها تصلوا على النبي. بألف هنا.